لو يعني انا حاطه مرقه الدجاج، مرقه الدجاج دي تغني عن الملح. ده توم باودر وبصل باودر، بس انا البصل بيبقى مكتل كده، فانا خدته وضربته شويه علشان يفضل يدوب معايا يعني في الخليط بتاعي. بس كده انا بحطش ذره ملح، بس على اساس ان في ان اي حاجه بحب احط ذره ملح، لكن خدوا بالكم ان مرقه الدجاج بيبقى فيها ملح. بس كده انا بجيب بقى علبه من علب السمنه كده زي ما انتم شايفين، وبحط فيها حبه زيت واعمله بالفرشه كويس جدا علشان لما الخليط بتاعي ده يستوي ما يلزقش في العلبه، وكمان اعرف اقلبه بسرعه يعني. كمان انا عامله حروف العلبه دقاها كده بحيث انها ما تتعورش اي حد يعني، لانها بتبقى حاده جدا. فانتوا خدوا بالكم برضو من النقطه دي، ان انتوا ما تستخدموهاش الا لما تدقوا الحروف دي كويس كده من جوه يعني، بحيث انها ما تبقاش لانها بتبقى عامله زي السكينه يعني بالظبط. بس بحط بقى المكونات بتاعتي كده في العلبه دي، وبحضر حله فيها نص كوبايه، نص الحله اقصد يعني ميه. ولو حسيتي ان العلبه عايمه كده في الميه ومش ثابته، حطيها في صينيه اكبر بحيث انها تبقى ثابته على الميه. بس بغطيها بقى بورقه فويل وبحطها على النار، بتقعد حوالي ساعه الا ربع على النار لحد ما تستوي. تعتبر بتستوي ببخار الميه اللي بتطلع من الميه كده، بتستوي بيها كده. هي بعد ما استوت انا هوريكم شكلها، شوفوا شكلها. طبعا انتوا لما تيجوا تحطوها، لو ما حطيتوهاش في علبه سمنه لازم تحطوها في حاجه تكون في مسافه، لان الخليط بتاعي ده بينفش شويه وبيتضاعف، فلازم تبقى في مسافه متسابه علشان الكميه بتتضاعف معايا. بس انا هوريكم انها تتقلب معايا بكل سهوله جدا كده. يبقى اللانشون بتاعي خلص يعني، بس هيبقى على التقطيع بكل سهوله. احنا عملناه وطعمه حلو قوي وموفر كمان جدا يعني، احسن من بره، واحنا ضامنين هو بيتكون ازاي وعملناه ازاي. طعمه حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. هبدأ اقطعه لكم بقى عشان اوريكم شكله. كأنه لانشون شارياه يعني، وطعمه حلو قوي قوي. كمان هعمل لكم لانشون الفراخ ولانشون اللحمة برضو بكل سهولة هنعملهم. شوفوا احنا بنقطعه ازاي، جميل جدا جدا وطعمه خطير، كأنه لانشون اللي هو في السوبر ماركت بالظبط. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تدعوا لمازن ابني بالرحمة، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويدخلوا الجنة من اوسع ابوابها ان شاء الله. واشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.